السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عنا برشا اخبار تخص النادي الافريقي خاصة في الميركاتو والتجديدات، لكن قبل هذايا ما تنساش تخلي فولو باش توصلك اخر الاخبار. خلينا نبداو باهم خبر. ياسين مرياح الملف هذا يرجع بقوة من جديد مع النادي الافريقي بعد ما وقفت المفاوضات معاه في فترة سابقة. صار تواصل جديد بين إدارة النادي واللاعب مرة أخرى. حسب آخر المعطيات الاتفاق موجود بين الطرفين، مبقى كان الإعلان الرسمي من الصفحة الرسمية للنادي الافريقي. أما هذايا مش الملف الوحيد، ثم اسم آخر قاعد يدور بقوة على طاولة إدارة النادي الافريقي، وين نحكيو على حسام دقا لاعب الترجي السابق واللي العقد نتاعو ينتهي في 30 جوان. اللاعب موجود حاليا في مرحلة مفاوضات مع إدارة النادي الافريقي، والى حد الآن ما فماش حتى إمضاء رسمي، لكن المفاوضات مازالت متواصلة والإدارة تحب تدعم وسط الميدان بلاعب عنده خبرة في البطولة. وزاد فما اسم آخر قاعد يدور في الكواليس، نحكيو على سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي الموجود مع الزمالك، خاصة بعد المدرب الجديد للزمالك أعلم الإدارة إنه اللاعب خارج حساباته. بدا كونتاكت ما بين مسؤولي النادي الافريقي وإدارة الزمالك، إلى حد الآن المفاوضات مازالت متواصلة وما فما حتى اتفاق رسمي. أما بالنسبة لفهد المسماري لاعب خذا قرار مهم برشا. حسب الاخر اخبار وصلوا عرض مغري ماديا من احد الانديه الليبيه، لكن فهد رفض العرض هذايا وفضل انه يكمل مع النادي الافريقي في الموسم الجاي. وفي نفس السياق ايت مالك تلقى عرض من الدوري الكويتي. نذكروا انه اللاعب هذا مازال مرتبط بعقد مع النادي الافريقي لغايه جوان 2027. اما على مستوى التجديدات الاداره وصلت تخدم على المحافظه على المواهب، وين تم رسميا تجديد عقد غيث اليفرني مع النادي الافريقي لغايه سنه 2028. كيف تم تجديد عقد ياسين بوعبيد لغايه سنه 2029. رسالة واضحة من إدارة الإفريقي، النادي ما يخدمش كان على الانتدابات، أما يحاول زاد يحافظ على اللاعبين الشبان. أما على مستوى التحضيرات الفريق الأول استأنف التمارين اليوم، والحصة التدريبية كانت مغلقة يعني بدون حضور جماهير، والهدف من ذلك مواصلة التحضيرات للموسم الجديد في أفضل الظروف. بصفة عامة النادي الإفريقي يعيش في ميركاتو نشيط، وإدارة النادي تخدم على أكثر من ملف في نفس الوقت، بين تعزيز الدفاع وتقوية وسط الميدان والبحث على مهاجم يقدم الإضافة.